أنا آسف على كلامي ده، بس العيشة في الأرياف من أكبر الابتلاءات اللي ممكن يبتلي بها الإنسان. لو جربت تندمج مع الناس إلا من رحم ربي مش هتسلم من الحوارات والفتن، ولو جربت تفتح بيتك للكل هيبقى مقلب زبالة، ولو جربت تصاحب حد هيبقى حق مكتسب إنه يعرف عنك كل صغيرة وكل كبيرة، وبيحشر نفسه في أداء تفاصيل حياتك. ولو أنت بتحكي له سر، تاني يوم هتلاقي البلد كلها عارفاه. مفيش حاجة اسمها ثقافة ولا حتى خصوصية، أنت في حالك ماشي وإحنا برضو في حالك ماشي. أكلك شربك وتصرفاتك لازم يعجبهم الأول، ولو عملت أي حاجة مخالفة للعقيدة ومخالفة للعرف مخالفة للعادات والتقاليد فأنت قليل الأدب وما تربتش. للأسف إلا من رحم ربي منهم عندهم عقدة النقص، ما بيحبوش يشوفوا حد أحسن منهم ولا حتى ناجح في حياته، ولو شافوا حد ناجح يقعدوا يحبطوا فيه، ده لو ما جابوش سيرته بالحاجة الوحشة، ده لو ما جوش سوقوا سمعته، ولو قفلت الباب على نفسك وعلى أهل بيتك يقولوا عليه ده مغرور ومناخيره في السماء. كلامي ما يشملش كل الناس، لأن في ناس فعلا محترمة وربنا